بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة ممكن تكون صعبة علينا شوية، بس هنحاول إن احنا نطلع منها مستفيدين بحاجة. إيه اللي كان ممكن يحصل لو كان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل معانا حاليا وسطينا؟ كلنا عارفين الشيخ حازم أبو إسماعيل، ربنا يفك أسره، مش محتاج إن أنا أعرفه. بس قبل ما نتكلم على الشيخ حازم نرجع ونشوف والد الشيخ حازم. الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه مارس السياسة في مصر قبل تقريبا أي حد من اللي احنا نعرفه. أنا هقول إن هو ممكن يكون الجيل التاني بعد حسن البنا، أو الجيل التالت بعد حسن البنا وسيد قطب. والد الشيخ حازم طبعا غني عن التعريف، بس أنا لاحظت حاجة لما قريت في سيرته، إن هو أول واحد قال إن الجيوش دي مش عشان تحرير أرض أو هتدافع عن الأرض أو هتعمل أي حاجة. هو أول واحد شكك في الجيوش العربية اللي موجودة حاليا. نرجع للشيخ حازم أبو إسماعيل، ربنا يفك أسره. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اتحاصر كذا مرة من قبل نظام مبارك، لأن هو كان بيتكلم عن نظام مبارك طبعا بطريقة سلبية، ما كانش عاجبه النظام ساعتها. الشيخ حازم صلاح اعتقلوه قبل ما يعتقلوا الرئيس مرسي، على حد علمي. طبعا زي ما كلنا عارفين هو الوحيد اللي قعد في الميدان وقال احنا لسه ما خلصناش ثورة، الناس ما تمشيش. الكلام دوت في 25 يناير طبعا. هو اللي ضغط على المجلس العسكري علشان يسلم الحكم، ولولا الضغوط بتاعته كان المجلس العسكري ما سلمش الحكم. ولولا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والمجهودات اللي كان هيعملها، كان الانقلاب اللي اتعمل 2013 كان اتعمل 2012. طبعا كلامه كله جميل، بس انا دايما بتذكر الكلمة اللي كان بيقولها، بيقول بيننا وبين النظام هو مش نظام فاسد فقط، مش نظام بيسرق مال الشعب او بيظلم او بيسجن، لا. هو قال احنا بيننا وبينهم اعراض ودماء، عرض، ياما انتهكوا اعراض وياما قتلوا ناس. للاسف الاخوان ما كانوا شايفين الكلام اللي هو بيقوله، او كانوا فاكرين ان الدنيا اتغيرت، وللاسف برضه ان هما كانوا ضده. حازم صلاح ابو اسماعيل اقدر اقول ان هو كان هيكتسح الرئاسه. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كانت نظرته للنظام ان هو عدو للشعب. احنا بنتكلم على نظام مبارك، اللي هو نظام مبارك بالنسبه للنظام الموجود حاليا، فهو ما بين ظالم وما بين واحد سلف. يعني مبارك بالنسبه للسيسي، هو مبارك راجل محترم، والاتنين وحشين، بس مبارك طبعا كان فاسد وليس خائن. ده وجهة نظري أنا الشخصية، هو الاتنين وحشين، بس مبارك كان بيحافظ على الدولة. الشيخ حازم كان بيتعمل له مصايد من الإعلام، يروح يحضر لعمرو أديب أو غيره، يلاقي خمسة ستة قدامه، والحمد لله بإذن الله الراجل بياكلهم كلهم. يسألوه في اقتصاد يتكلم، يسألوه في سياسة يتكلم طبعا، يسألوه في تاريخ، يسألوه في أي حاجة يجاوب. حتى الأسلحة يقول لك أنا هعمل كيماوي قبل نووي، لأن نووي بياخد مني وقت طويل، فأنا هجيب كيماوي وبعد كده أبقى أعمل نووي. سياسة الردع، الراجل بيتكلم في كل حاجة، بيتكلم في زراعة، صناعة، تجارة، حدث ولا حرج. علشان ما اخش من وقتكم كتير، كلنا عارفين القصص دي. السؤال بقى بتاعنا النهارده، لو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كان موجود النهارده، كان ايه اللي هيحصل؟ ايه الفرق اللي كان هيعمله الشيخ حازم صلاح؟ اولا، الشعوب او الشعب بدون قيادة فهو اعمى، مفيش هدف محدد، مفيش رؤية محددة. الشيخ حازم صلاح كان بيقول اللي في قلوبنا واللي احنا عايزين نقوله بطريقة احسن من اللي احنا ممكن نقولها. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كان يعتبر قائد لينا، كان يعتبر اب للشعب. حتى وهو معتقل، لو تشوف الصورة ديت اللي ورايا، الضباط بيتصوروا معاه، الضباط فخورين ان هم واخدين صورة معاه. الشيخ حازم صلاح لو كان موجود وسطينا كان هيبقى قائد، بس انت اللي كنت هتعمل زي كده بالظبط. ما الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كان بيقول لنا انزلوا ميدان التحرير، ننزل ميدان التحرير، هنعمل كذا هنعمل كذا، نسمع كلامه وننزل.
انت اللي كنت هتنفذ، وانت اللي كنت هتنزل. طبعا الشيخ حازم كان هيبقى اولنا في الميدان، بس انت اللي كنت هتنزل. هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت وثقت في انسان معين وبتتبع افكاره وماشي وراه، بيخليك تحس بالقوة ان انت ممكن تنزل وتغير. طيب، لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وربنا يحفظ الشيخ حازم ابو صلاح ابو اسماعيل، ايه اللي حصل؟ الصحابة كملوا طريقهم. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ان شاء الله هيخرج من السجن، وان شاء الله هنشوفه، وان شاء الله هيرجع لنا تاني باذن الله. بس انت اللي ممكن تعمل الكلام ده باذن الله سبحانه وتعالى. خلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم ثقتك بالله سبحانه وتعالى هتخلي عندك الدنيا دي ملهاش لازمة. الشيخ حازم بيرفع نفسيتنا للسماء، بننزل وما بنخافش. طيب، هو الشيخ حازم صلاح جاب الكلام ده منين؟ جاب من القرآن والسنة، جاب من دينك، من التراث بتاعنا. طب ما انت عندك القرآن وعندك السنة وعندك وعارف الصح من الغلط، ما بتعملوش ليه؟ ما بتنفذوش ليه؟ السلطة عرفت تسلب منك الإرادة، عرفت تخليك جبان، تخليك خايف. وانا واحد منكم. انا ما بقولش ان انا اشجع الشجعان، لا، انا بني ادم زيك. بس انا قلت في الفيديو اللي فات ان الخوف ده شيء طبيعي، بس لما بيزيد عن حده بيبقى مرض. بس انت ممكن تتعالج منه، ممكن كلنا نتعالج منه. بايه؟ ان احنا نرجع للاصول. لازم نعرف ان اللي ممشي الكون هو الله سبحانه وتعالى فقط. فانت تاخذ بالاسباب وتتوكل على الله ولا تعجز. ربنا سبحانه وتعالى ادانا شفاء للنفوس في القران، والسنه هي تطبيق للقران، او تطبيق عملي للاسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فالناس خايفة. أنا خايف يحصل لي حاجة، أنا خايف إن أنا تحصل لي مصيبة، تحصل لي مشكلة، حد يعتقلني، حد يعتقل حد قريبي. هو أولا أنت لازم، محدش قال إن أنت تضحي بنفسك، قلت تقف قدام القطر. شغل ربنا سبحانه وتعالى مدينا عقل نفكر بيه، وفي حلول كتيرة جدا ممكن نعملها. بس بص، ربنا سبحانه وتعالى بعد كده بيقول ايه؟ بيقول: فعسى الله ان يأتي الفتح او امر من عنده. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجيب اي حاجة، يعمل اي حاجة. انت اشتغل وامشي في طريقك، وربنا ان شاء الله هيعمل حاجة. في حاجة، ده وعد الله يا جماعة، ربنا وعدنا بكده، فانت لازم تؤمن بالكلام ده. العبادات والاسلام هي ليست طقوس. انا ما بدخلش الجامع بصلي وبصوم وخلاص، لا. ده في ايمان راسخ من جواك ان هو ده الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هيعمل كده. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. يعني ان شاء الله باذن الله لما نتحرر ونخلص من الطاغوت والظلم اللي احنا فيه، الناس اللي هي كانت خايفه دي تقول: اه، يا ريتنا كنا معاهم، يا ريتنا عملنا حاجه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا الجبن بيطول العمر، ولا الشجاعة بتقصر العمر. هو عمره مكتوب علينا، مكتوب عليا إن أنا هموت في معركة شهيد، هموت إني أنا هموت في سريري، هموت في سريري وسط أهلي وسط عيلتي. مكتوب عليا إن أنا أموت في أي حتة، هموت في أي حتة. فلا الجبن بيقصر العمر، ولا الشجاعة بتطول العمر. بس في فرق. في فرق لما انا اعيش راجل واموت مره واحده، ده لو ربنا كتب لي ان انا اموت في الوقت ده او في المساله دي. وفي فرق ان انا اعيش جبان طول عمري بس بموت كل يوم ذليل. في فرق كبير. خلاصة الكلام: لو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كان معانا، ما كانش هيعمل اكتر من ان هو يدعوك ان انت تتحرك.
هيعمل دعوة ان احنا نتحرك. ما تخليش كل همك فلوس واقتصاد. ما تخلوش كل احلامكم هي الشقة والعربية والفلوس والاكل النظيف والعيشة النظيفة. لا، خلي نيتك لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في باعة الرضوان بايع المسلمون على الموت مش على الحياة. ما لهمش يلا عشان احنا عايزين نعيش، لا، قال لهم عهد على الموت. مين اللي عايز يموت؟ الصحابة حطوا ايديهم في ايد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الرسول حط ايديه وقال لي هذه يد عثمان، لان سيدنا عثمان ما كانش موجود ساعتها، او كان يقال ان هو اختطف او قتل او حاجة زي كده. لان انت عندك حلين: لا هتعيش في الدنيا حر، لا هتعيش في الآخرة في الجنة. يعني هي ما فيهاش موت، هي بس هي الحتة دي اللي الإنسان بيموت فيها خالص. بعد كده لا هتعيش في الدنيا حر، لا هتعيش في الآخرة في الجنة. يبقى إذا الموضوع مش موضوع حياة وموت، الموضوع حياة وحياة. اللي ده عايز ينزل أو عايز يغير عشان اقتصاد أو حياة أفضل، ده جميل، بس لازم من جوه قلبك، في أعمق حتة في قلبك، أنت نازل تغير علشان ربنا سبحانه وتعالى أمرك بكده، علشان ستاتنا واخواتنا وامهاتنا اللي مش مسجونين بس، لا دول بيغتصبوهم في السجون وانتوا عارفين كده، علشان الراجل اللي اسمه حازم صلاح ابو اسماعيل دوت وغيره اللي في السجون لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش عنهم حاجه. اللهم اني جنة تسريب من علي مهدي او من غيره. وانا مع اي حد، يعني انا مع ثوره المفاصل بتاع خالد السرتي، انا مع اي حراك مع اي كلام، بس يكون الموضوع مدروس، نكون عارفين احنا رايحين فين وجايين منين. طيب هنبدأ منين؟ هنبدأ من نفسي الأول قبل ما أبدأ من أي حد. أجدد النية من نفسي. أنا هنزل لابتغاء مرضات الله، أنا هنزل عشان أغير المنكر والفساد اللي إحنا فيه، أو هعمل حاجة عشان المنكر والفساد اللي إحنا فيه. بلاش نزول دلوقتي، أنا ما بتكلمش في النزول. طب بدأت بنفسي وجددت نيتي، بعمل إيه؟ الخطوة التانية دي مهمة جدا، بجمع معلومات. السيسي ما بينزلش بنفسه عشان يقبض على الناس، ولا سيادة اللواء بينزل، ولا حتى سيادة الضابط. ده بيبعت لك عسكريين وأمين شرطة بس. طب مين اللي بيعرف العسكريين وأمين الشرطة؟ المخبر اللي في المنطقة. كل منطقة وكل شارع فيها مخبر، وانت عارف مين المخبر. الكلام ده لازم يتحط في جروب. ما تعرفش تعمل فيسبوك فيك باسم فيك ومعلومات كلها غلط، وتقول الشارع الفلاني في الحتة الفلانية فيها المخبر وتحط صورته واسمه. ما تعرفش تجمع معلومات عشان الناس تعرف. دولت اللي هيجابوا أول ناس، دولت اللي اتقبض عليهم في الأول، لأن دولت عين النظام. من غيرهم هو أعمى مش شايف حاجة. يبقى أول حاجة جدة النية لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة جمع معلومات. عن مين؟ عن المخبرين. بس أنت بتجمع معلومات فقط لا غير. شايفين الصورة اللي ورايا؟ ما أخويا وأخوك هم اللي قبضوا عليه، وبيغتصبوا النساء وبينتهكوا أعراض المسلمين. هم دول مش شبهنا صح؟ شبهنا. اهو ده شبهنا، وده شبهنا وده شبهنا، يعني لو ماشي في الشارع انت مش هتفرقه عن اي حد. هم دول اللي اعتقلوا الشيخ حازم، وبيعتقلوا النساء، وبيعتقلوا بنت خيرت الشاطر وغيرهم وغيرهم. دول الناس اللي احنا عارفينهم، لكن في ناس احنا ما نعرفهمش. خلينا في الخطوتين دول دلوقتي: جدد النية، جمع معلومات. رسالتي لأي حد من المعارضة أو أي حد بيسمي نفسه معارض، يا ريت نتجمع، يا ريت كلنا نشتغل في اتجاه واحد، لأن اللي احنا فيه ده مش هينفع. احنا لازم نتجمع. من غير ما نتجمع مش هنعرف نعمل حاجة. مش هينفع كل واحد فينا ماشي في اتجاه وهم النظام كله متجمع علينا ومتجمع على الشعب، ومحتاجين كل واحد. على فكرة أنا مش إعلامي. طب أنا مهتم ليه بالإعلام وبالميديا؟ عشان أعرف أوصل لكم، عشان نعرف نتكلم، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث أمرا. احنا محتاجين كل الناس، فيا ريت نتجمع. جديدة كتير جدا احنا ممكن نعملها.
زي ان احنا ممكن ننشئ قناة 24 ساعة، 24 ساعة بث مباشر، بنعرض الفيديوهات بتاعت فلان وفلان وفلان، وبنعمل لقاءات، وبنتكلم نوع الشعب 24 ساعة. اشمعنى هم شغالين 24 ساعة ضدنا؟ نعمل قناة على اليوتيوب وتبقى بث حي للناس 24 ساعة، اللي بيجي من شغله الفجر، واللي بيجي من شغله بعد الظهر، واللي بيشتغل الصبح، واللي يشتغل بالليل، كله يسمح، يفتح القناة يلاقي خالد السرتي، يلاقي عبد الله الشريف، يلاقي أستاذ حسين، يلاقي أي حد، أي حد 24 ساعة شغالين. ليه ما نعملش حاجة زي كده؟ أنا نفسي كلنا نعمل حاجة وكلنا نمشي في طريق واحد، علشان الناس حتى تبقى عارفة هي رايحة فين وجاية منين. عشان لو شلنا السيسي إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله هيحصل، في سؤال واحد بس كل المصريين بيسألوه: الراجل ده لو مشي مين هيجي؟ لا، هيبقى في ناس، هتبقى في ناس موجودة، بتاع الاقتصاد موجود، والسياسة موجود، والزراعة موجود، والعلاقات الخارجية موجود، كله موجود، كله جاهز. الراجل ده بس يمشي كله جاهز. على العموم إن شاء الله بإذن الله، لعل الله يحدث أمرا. وهقول تاني: لو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل كان موجود دلوقتي، برضه أنت اللي كنت هتنفذ، أنت برضه اللي كنت هتشتغل. أصل مين هيشتغل لك؟ وبندفع الثمن، وهنفضل ندفع الثمن، والناس دول مالهمش سقف. الناس دول هيفضلوا دايسين علينا. ان شاء الله باذن الله هبتدي انزل شرح الكتات بتاعت الكاراتيه عشان نعرف ازاي نستخدمها في قتال الشوارع. هتوحشوني لغايه المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.